فبعد إصدار الوثيقة الدستورية سنة 2011 تم التكريس من خلالها على مبدأ التفريع عبر ما تم التنصيص عليه في الفصل 140، بحيث ينص هذا الفصل على أن للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. فهذا التنصيص الصريح يكرس مبدأ التفريع كأحد أهم المبادئ ديال التدبير الترابي، بحيث فهذا التنصيص هذا فإن المشرع الدستوري كيقول للجماعات الترابية بأنه عندكم واحد الاختصاصات اللي هي اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، ولكن ستمارسونها انطلاقا من مبدأ التفريع. ما يعني أنه فاش غنعطيكم واحد الاختصاص كيندرج في الاختصاصات الذاتية، خاص تكون عندكم القدرة على ممارسة ذلك الاختصاص، سواء القدرة المالية، سواء القدرة نتاع النخب المحلية على ممارسة ذلك الاختصاص، سواء القدرة المتعلقة بتوفر الموارد البشرية التي ستنزل ذلك الاختصاص. إذن فالمشرع الدستوري كرس لنا مبدأ التفريع كضمانة دستورية وأحد أهم المبادئ نتاع التدبير الترابي لكي يسعى لتحقيق فعالية الفعل العمومي.